اللي عندها الهواية تاع الحلويات تقدر تخدم لي طاقة في الدار كي تكون عندك أي مناسبة، سواء عيد ميلاد ولا حفل تخرج ولا يعني نجاح في أي مناسبة. تقدروا ديروا هذيك لاطاغت وحدكم في الدار، ولا تاني عيد ميلاد تاع ولاد صغار تاع يمك تاع باباك تاع بيام تاع باك تاع تخرج، تقدروا ديروه وحدكم في الدار. طبعا إذا كانت عندكم هذيك الموهبة، أنا جبت لكم بعض المقتطفات يعني هادو كامل تقدروا ديروهم. لا جينواز اللي راح نديها لكم دركا، جينواز طبقات، يعني نديرو كل طبقة وحدها، وصفة ناجحة 100%، وتجي بزاف هايلة. ما عليكم غير تتفرجوا الفيديو حتى للآخر، يعني ما تعطيو حتى لقطة، فيه كل الشرح وكل التفاصيل نتاع لاجينواز هذه كيف هدرتها. هاي ليك أنا كنت خدمتها لبنت حبيبتي بمناسبة نجاحها في البيام. هاي نشوفوا كيف طريقة التحضير. في اللاجينواز هذه واش نسحقوا 6 حبات بيض و200 غرام سكر اللي تجيكم كاس كيما هكا سكر عادي، و200 غرام تاع فرينه، و20 غرام كاكاو اللي هو 2 ملاعق كبار تاع اكل. واللي ما راحش يدير الكاكاو يدير 220 غرام فرينه. ولافاني اذا درتوها فاني، اذا درتوها كاكاو تقدروا تستغنوا على لافاني. هنا بالنسبه للمحسن تحقوا 20 غرام، يعني 2 ملاعق صغار تاع القهوه هذوك، ولا المغرف تاع الحليب اللي تكون كبيره شويه، تكون مملوءه جيدا. ونديروا مكونات كامل مع بعضهم باسكو راح نديروا المحسن. هو اللي ساعدنا في الخليط هذا باش يتفاعل ويطلع مع بعضه، يعني بلا ما ديروا السكر والبيض وحده ومن بعد تزيدوا الفرينه. هنايا كما قلت لكم اللي ما راحش يديرها كاكاو يدير 220 غرام فرينه، اللي راح يدير كاكاو يدير 200 غرام فرينه ويزيد 2 ملاعق نتاع الكاكاو اللي هما 20 غرام. بون هنا بالنسبه لخميره الحلويات كاين ناس ما يديروا لهاش الخميره وكاين ناس اللي يديروا لها. انايا باش نعطيكم تجربتي انا مولفه ندير لها، تجي خفيفه وتجي مليحه وتجي طالعه ما تجيش هكا مدكسه. اما بالنسبه للخبزه الاولى هذه لاجينواز الاولى باسكو درت 3 لاجينواز، نسيت لها الخميره، كنت هكذا حطيت المكونات كامل نسيت الخميره ما درتهاش. بالنسبه لرايي فيها يعني طلع جات مليحه، بصح اللي درت لها الخميره طلعت احسن واحسن. قلت لكم نحطوا كامل المكونات مع بعضهم نضربوهم في البيتخا ولا في الخلاط الكهربائي الباتر، مدة 5 دقائق هكاك حتى نشوفوا الخليط ضاعف حجمه وبياض، ونجيو نفرغوهم في البلاطو نتاعنا. انا البلاطو هذا فيه قلت لكم 40 على 30، فرشت له الورق نتاع الطهي ولا ورق زبده، وكنت مشعله الفرن على 170 درجه ونديروها طيب. كي نشوفوها طلعت نديرو فيها الكيردون ونشوفوها الى ما خرج الكيردون ناشف معناتها راهي واجده. قلت لكم طياب تسحقوا من 15 دقيقه الى 20 دقيقه، والله غير نسيت شحال رفدت لي. نورمالمون زعما ماكسيموم 20 دقيقه، فهمتوا؟ على حسب الفرن تاعكم، لا درتو 170 ولا 180 كان لي 170 يجي سخون زعما على حسب الفرن تاعكم انتوما تسعدوها. وانا كي نطول شويه في المونتاج ما نديروش تمتم ننسى لي هكا بعض لي ديتاي ننساهم. هاي لك الجنواز تاعي كيف خرجت، جات مليحه وانما نحسها شويه مدكسه، لكن كاين ناس قلت لكم ما يستخدموش الخميره تاع الحلويات. انا بالنسبه للخبزات الاخرين الزوج درت لهم خميره الحلويات، وقلت هذيك اللي نسيت لها الخميره نديرها هي في الاسفل، يعني ما لاحظتش فرق ابار انها الاخرين يجوا هكذا هشاش شويه وطالعين عليها. ومن بعد تشوفوا الفرق كي نجبد لكم الخبزه الثانيه كيما راكم تشوفوا هنا. هاي ليك الخميره قلت لكم تحقوا الى درتوا الخميره ديروا كيس يعني 10 غرام في هذيك الكميه تاع الفرينه اللي ذكرتها لكم. هنا هاي ليك شوفوا هذه تجي اسفنجيه اكثر وتجي خفيفه اكثر. هنا راح نزيد نكمل الخبزه الثالثه. هنا طيبتهم كامل الصبحه وخليتهم يريحوا باش القايله، قلت لكم خليتهم يريحوا يبردوا جيدا باش القايله يكونوا بردوا نروح ندير المونتاج. هنا هاي لك وهي طيب في الفرن. قلت لكم ما تنساوش المرحله قبل ما طيبوها تخبطوا جيدا هذاك البلاطو وتديروا هكا الكيردون باش تتخلصوا من هذوك الفقاعات. وانتم باش ما تتعبوش وما تضيقوش على روحكم الوقت، تقدروا هادو لي جينواز هادو طيبوهم نهار من قبل وتخليهم غير في الثلاجة. وثاني تقدروا إلى حبيتوا ديروهم في المجمد وعندكم كونجيلاتور كبير تقدروا ثاني ديروهم
فترة كبيرة حتى بشهر، وتخليهم في المجمد ومن بعد تجبدوهم كيما راهم. الملاحظة اللي نقدر نعطيها لكم يعني اللي شفتها انايا، تخليوها في البابي كويسون، هذيك الطبقة تاع العجينوز بعد ما طيب خليوها مباشرة في البابي كويسون، ما تروحوش تنحيوها وتقلبوها في صينية ولا في ورق بلاستيكي كيما درت انا. خليوها وقلبوها مباشرة فوق هنا زعما في هذه المرحلة، قلبوها مباشرة فوق الكيك كي تكونوا تمونطيو فيه، ونحو هذاك البابي كويسون. وثاني إلا خليتوها في الثلاجة ديروها وسط كيس بلاستيكي، يعني ما لازمش كامل يضربها الهواء باش تبقى لكم طرية وتبقى مليحة. هنا ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تنجحوا في هذه الوصفة وتجربوها، باسكو صح بزاف هايلة. انا اللي عليا مديته لكم، ودوكا نتوما بقات لكم الابداعات نتاعكم، يعني كل وحده دير الحشو اللي حباته هي، ودير التزيين اللي حباته هي طبعا، والتام اللي بغاتو هي. دونك الى حبيتوا تشوفوا الكيكات اللي درتهم في القناة نحطه لكم كامل أسفل هذا الفيديو. درت كيكة تخرج، كيكة نجاح، كيكة عيد ميلاد، درت يعني قداه نتام، قداه ذوق، كاين اللي مدورين صغار، كاين تاع زوج بيض، تاع 4 بيض، تاع 6 بيض، ليسونسيال واش تحوسوا تلقاو. في الاخر ما بقى لي غير نقول لكم الا كنتوا اول خطره تشاهدوا قناتي ماذا بيا تدعموني بالاشتراك نتاعكم وتفعلوا الجرس هكا باش يلحقكم كامل جديد، والوصفات اللي نحطهم يلحقوكم في الوقت. ونقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه، نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله. سلام.